يعني واحد اللي وصل على بص، زي ما بنهتم بالشكل الخارجي للذبيحه لازم برضو من مصدر تعرف مصدر قوه الذبيحه وجوده اللحمه برضو زي ما بتشوفها من بره وهي حيه، وبعدين وهي مذبوحه برضو في علامات بتبين الذبيحه كانت تمام ولا لا. فص الكبده بيبين قوه وصحه الخروف ومرعاه وعلفه وهو كان عايش تمام ولا لا. بص يا باشا فص الكبده عامل ازاي، اللون الوردي بتاعه عامل ازاي، صحه فص الكبده عامل اهو زي ما انت شايف كده. بص يا باشا على فص الحلويات بتاع الخروف البرقي، فص الحلويات مبطرخ زي البطروخ بتاع السمك بالظبط. بص يا باشا فص الحلويات عامل ازاي، الصينيه بتاع فص الحلويات فص الكبده. بص يا باشا الكبده الوردي، ارفع كده تعالى كده بقى في الشكل داخلي اهو. بص كده بنقطع بص زبده. شوف فص الحلويات عامل ازاي بتاع الخروف البرقي. صحه دي بقى صحه الخروف البرقي، فص الحلويات لون فص الكبده، لون فص الكبده على الصلاه والسلام. تعالى يا باشا بص يا باشا كبده البرقي الصحراوي. الله اكبر الصلاه على الصلاه والسلام. بص تعالى تعالى يا باشا بص الكبده عامله ازاي. دي بقى تاكلها اسكندراني، تاكلها محمره بزبده، تاكلها مشويه على الفحم، على اي وضع تظبطها بدماغك، تخلي دماغك في الروقان. بص يا نجم بص شريحه الكبده عامله ازاي، بص التفاصيل الداخليه. بص ميزان، دي بقى الممنوعات حيات